سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. مرحبا بكم في قناتنا ميس آية. نتمنى اذا كانوا المواضيع اللي راح نطرحهم هنا عندنا في القناة يكونوا عاجبينكم، واذا كان عندكم شي موضوع تحبون تناقشوا فيه تخلوه لي تحت في لي كومونتير، وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد نحطه عندي هنا في القناة، وتخلوا لي باش يعني تدعموني بلايك وكومنتير وتفعلوا زر الجرس باش ديما كي نحط فيديو توصلكم هذاك الاشعار. فيديو اليوم علاش حبست مشروعي كخبيرة اظافر. بكل صراحة الموضوع جاني شوية صعب، ولكن في نفس الوقت فرحني بزاف، خصوصا انه موضوع كنت نستنى فيه يعني ما عنديش حل عليها. انه الشيء اللي خلاني نحبس يعني ما ندمتش عليه، صافي بليزير يعني ما قلقنيش. كما على بالكم انا درت الدوره تاعي كخبيره اظافر، ودرت البراتيك وكامل، درت لاباج تاعي، كنت ديجا شاركت معكم فلوغ كي حضرت المشروع وكيفاش كنت نجهز، يعني كيفاش جهزت كل شيء، داك السيت اب تاعي باش يعني الزبونات تاعي يكونوا اليز. حليت لي باج تاعي كامل، يعني لي باج تاعي اللي تبغي زعما تطور فيهم اسمهم جلو باي ساراي. عندي باج في الفيسبوك وفي الانستغرام وفي التيك توك. دوك كاش حاجه خليهم لكم تحت في صندوق الوصف. كنت بديت الخدمه تاعي، كانوا يجوني بنات يجوني، يعني كانت عندي الخدمه زعما صافا كبدايه، يعني صافا. لا بلوبار تاع البنات كان عندهم بروبليم في البدايه، ولكن انا ما كانش عندي بروبليم الحمد لله، كان ربي يسهل. كيما قلت لكم كنت ندير كنت نخدم هذوك الاظافر تاع الجل، نخدم اظافر الصالات. فهمتوني البنات؟ يعني مشروع خبيرة اظافر بصفة عامة. المهم كنت نخدم كلشي بيان، كلشي في بلاصتو. فجأة ولاو لي كليونت البنات، يعني واللي لاحظوه، يعني البنات اللي عرفوني لاحظوا انه وليت كي كون نخدم نرقد. تخيلوا البنات راني قاعده، راني قاعده نخدم حتى صاي نفشل ضربه واحده نرقد. فبديت نلاحظ انه لا، الموضوع راه زاد على حده، يعني كيفاش انا الا نركز في خدمتي ولقيت روحي ننعس نرقد، ما قادراش نقعد فتره طويله فوق الكرسي، كل شيء يوجعني، يعني عيانه جسمي من نهار تعبان. ف يعني كنت شكيت، ولكن حبيت حتى نتاكد. مشيت يعني درت التحليل تاعي ولقيت انه راني حامل اونسانت. كي درت التحاليل تاعي كومبلي صاي تاكدت من الخبر. بكل صراحه فرحت بالبزاف، كنت الموضوع هذا كنت نستنى فيه يعني بفارغ الصبر، خصوصا انه تعرضت للاجهاض مرتين. هذا موضوع يعني اذا تحبوني نهضر فيه يعني في فيديو اخر، نناقشه في فيديو اخر، يعني البنات اللي فاتوا بهذه التجربه ولا يكونوا حوامل، يعني باش يعسوا لسانهم من التجربه اللي انا فت فيها. المهم هذا موضوع اخر، يعني حاجه اخرى. كانت بلاني بالحمل، بما انه انا من قبل متعرضه لتسمم حمل، او هو تسمم حمل، ولا تقدروا تقولوا باللي المناعه تاعي ما كانش تقبل الحمل. على وقتكم بلي هذا موضوع طويل 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 طويل. يعني الاجهاض ما راش فيه غير كليتي حاجه هزيتي حاجه، راه فيه بزاف صوالح. بما انه مناعتي كانت اتاكي الحمل، وانا اصلا كنت نداوي يعني شغل نعالج في ديك المناعه تاعي باش من نحمل ما يعاودش يصرى لي اجهاض مره اخرى. فكي مشيت عند الطبيب
قال لي مدام نساي الخدمة. قلت له انا اذا كان الخدمة على ننسى الخدمة على جال التعب، قلت له نقدر يعني في بلاصة ما نرفد 3 ولا 4 بنات في النهار نرفد 2 يعني ماشي بزاف، وحدة صباح وحدة عشية. قال لي نو، لا 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 لا، ما عندوش، قال لي ما عندوش علاقة زعما ولا تاع كي قاعدة ولا كي خدامة ولا شي حاجة، نو، وانما كان عنده علاقة مع لي برودوي. لي برودوي دوكا اللي نستعملهم حنايا في الاظافر، كيما الجل، كيما لاسيتون، كيما داك البريد، هذاك لا لامب اي يو في، هادو كامل كان عندهم علاقة يعني باش يضروا الجنين. مثلا كيما لا لامب اي يو في عندها علاقة مع الشعاع، هذاك الشعاع يعني سي دونجي على البيبي، صايره كيما الغاديو. تاني حاجة الاسيتون، الريحة تاعه فريمون، شو اصلا هو الريحة تاعو قوية، مالغري تخدمي بالبافيت مي تلحقك هذيك الريحة تاعو مع الجال. سما كان لازم اي شكل من الاشكال خصني نحبس، ما كاش ما نقدرش نزيد. سما مادام البروبليم كان مع لي برودوي، ما كانش معاه تاع نقعد باش نخدم، فكان لازم عليا نحبس. ويا ريت الامر توقف هنا. نو نو نو، الموضوع متطور واصل لمستوى اخر. بعد ما حبست هذوك لي برودوي وحبست الخدمه، وصلنا للموضوع تاع مواد التجميل الخاصه بنا حنا كنساء. دودورون ممنوع، ستيك ممنوع، البارفان ممنوع، جل دوش ممنوع. تخيلوا بلي قعدت نقول ايه صح، انا واش ندير يا هاد، نحيت لي بارفان، ديودورون، نحيت لي ستيك، نحيت لي جيل دوش، واش ندير انا دروكا؟ صاي نحيت لي كل شيء، خليت لي غير الشامبو والبيودان. اما لا كيف وصلنا الموضوع تاع الشامبوان. قال لي عندك شامبوان تاع 10000 هذاك فينيس 2 زونا، وبيودم هذاك تاع بكري، داك الاصفر هذاك هواي، مزيديش فوقهم. اما بالنسبه للكو عندك صابون، تشري صابون وتشري محكه وبس. هذا هو الروتين تاع الدوش تاعي. سما ندخل عندي شامبوان، عندي بيودام، عندي كياسه، عندي صابون، عندي محكه وبس. شلي وخرجي صاي، من تخرجي صاي ما تزيديش تما، حبست نشفي لبسي بيجاما وروحي تريحي، ني روايح ني بغيم والو. علاش؟ باسكو هادو فيهم مواد يمتصهم لو كور، وبما اني انايا ديجا باش المناعه تاعي تاكسبتي بيبي، كانت حاجه يعني مخوفتني بالبزاف. فما بالك اني نزيد لي برودوي، تخيلوها بلي حتى ما ني ماسك ني غوماج ني نيطواياج دو بو، والو غير الماء والصابون. بصح فريمون بالكم بلي عطاني واحد لا ريزولطا، عطاني واحد لا ريزولطا الصابون. فريمون قلت حقراته برك الصابون في وجهي، صابون في لو كور تاعي صابون، وليت هاك بالله راه بالكم بلي كيما دروك كيسمح لي باش نقدر نولي ندير بارفان وديودورون وجيل وشو صوالح. لقيت روحي بلي هذيك لا روتين اللي انا كنت تمشي عليها ناجحه 100%. فادتني 100%. خير من لي برودوي اللي كنت نشريهم، خير من الدراهم اللي كنت نخسرهم. يعني بكل صراحه ما كنتش نستنى ريزولطا كيما هاك، خصوصا انه قعدت 6 موا على هذا المنوال، يعني 6 موا. وفي ولدي الاول هذا الكبير هذا عمر ما زعما فوت لا غروسيس عادي نورمال، ما كاش عندي بروبليم ني مع روايح ني مع لي برودوي ني مع سبايغ، نهائيا كاش عندي نهائيا بروبليم معاهم. بالعكس فوت لا غروسيس تاعي توتي بيان، توتي نورمال. برك في الزاوج والثالث
وسورتو انه درت اوبيراسيون على الكيس دوفر. سما كان خاص نتخذوا جميع الاحتياطات، وزيد عليها تاع ما نخرج، ما نبوجيش، ما نتمشاش، ضليت مريحه. تخيلوها باللي 4 موا فوتها فراش و 5 موا و 6 موا شويه نبوجي مره هكا، كي زعما كنقولوا خطره فهاد كيما في 5 موا و 6 موا تقريبا خرجت 4 مرات، يعني مرتين في الشهر ومتباعدين هذوك المرات ببعضها، بس 4 مرات كل شيء في شهرين 4 مرات. حتى لدروك من دخلت في 7 موا قال لي صاي صافا. فتنا مرحله الخطر، فتنا بزاف امور، البيبي صافا راه بيان، ولكن لازم المحاولة، يعني ماشي انه معناتها فتنا مرحلة الخطر صاي زعما شغل نتصرف مع الموضوع بشكل عادي. نو انا بكل صراحة كان عندي الحمل للمرة الرابعة، يعني بان لي شبه مستحيل، خصوصا انه تأزمت ما قبل في هذوك المرتين، فتقدروا تقولوا باللي كان عندي في مخي ما كنتش حطاته، كان عندي شبه مستحيل. برك كنت نعالج على المناعه تاعي باش تكون ستابل، بالمعنيه هذاك البيبي اللي جا، باسكو هي اصلا نقول لك المناعه تشوف باللي البيبي على انها حاجه دخيله على لو كور، بصح انا المناعتي كنت ردتها بشكل جدي، تاتاكي فيه حتى يمشي. وبلا المناعة يعني كنت درت واحد الأخطاء ماذا بيا يعني أي بنت ما تفوتش فيهم، وقلت لكم إذا تحبوا نهضر في هذا الموضوع نهضر فيه، يعني مرة أخرى نهضر فيه. كان لازم عليا نتوقف، ودروك من قال لي زعما شغل صافا تقدري ديري شويه دودورون، مي دودورون شوفوا طريقه الاستعمال كيفاش قال لي الدودورون نديرها فوق البوست، يعني فوق ديباردور، فوق تريكو، ما نديرهاش على الحمي ديريكتومون، يعني ما توشيش لي زيسال ديريكتومون. وانا اصلا نحب الستيك يعني في لي زيسال، ما قال لي نو ديري دودورون، مي ديريها فوق القش اللي جا على اللحم، ما ديريهاش ديريكتومون على لحمك، ديري بارفان ما تكتريش، يعني حاجه خفيفه. فتقدروا تقولوا بلي ما وليتش 100%. مي سقسيت على الخدمه قلت له يا درا دكتور اسكو نقد نولي نخدم، عندي بنات هكا يعرفوني، يبعثوا لي ميساج تاع علاش ماكش تشدي، علاش ماكش تخدمي، علاش ماكش هادي. ف بكل صراحه يعني ما نجمتش، قال لي لا، ني نو مدام، قال لي خليها تتولدي ان شاء الله وتريحي، ومن بعد الا بغيتي ولي تخدمي ماشي بروبليم. وهو اصلا يعني بكل صراحه كي تكوني مزوجة وعندك دراري وعندك مسؤولية، باش توفقي ما بين العمل تاعك كخبيرة، زعما مثلا كيما انا كخبيرة اظافر، بصح كنت حلة في الدار في الصالة تاع الدار تاع داري، ما قدرتش نوفق ما بين داري وما بين الخدمة تاعي بكل صراحة. يعني خصوصا انه كاين شي بنات دوكا لا غالب هما خدامات كامل السيمانه، عندهم الويكاند، يعني عندهم الويكاند يريحوا فيه، سما اوتوماتيكمون الويكاند يجي يخدموا فيه. انايا دوكا الويكاند راجلي ما خدامش، راجلي حب يجي ويريح، يعني هكا كنا متفاهمين، مين هو يكون مريح في الدار انا الخدمه ما نخدمش، ما يجوش البنات عندي، باش يكون هو الاز مريح الاز، يفوت الويكاند تاعو يعني بلا حس بلا زكار. شنو دوك حنايا البنات كي نتلاقاو ونشيخو سمانه نساوري صالنا، فما قديش نوفق بيناتهم. يعني انا مثلا دوكا راني نخمم لو كان نعاود نولي مره اخرى كخبيره اظافر ما حش نولي في الدار، يعني نسيي نشوف كيفاش ندير نحل مع حل، سينو نعاود نستنى يعني مده بلا ما نكون راسي مليح ونعاود يعني نكري محل ونحل ضربه واحده. ولكن في الدار
في الدار يعني برك اذا كنتي تاع راسك، ما عندكش دراري، ما عندكش دارك خصك تقابليها، دوكا ها فطورك ها عشاتك ها قهوتك، يجي راجلك عشيه انت تكون قاعده مع لا كليونط، واش تحطي له قهوه، واش تقابلي لا كليونط، واش توجهي تاع عشاتك تخدمي. كاين شي مثلا كان عندي دي كليونط البنات هكا يخرجوا حتى الخمسة، تجي عندي الستة باش نكمل لها وانت نقضي صوالحي، راكم فاهمين البنات. تسمى ما فريمون ما كنتش موفقه نهائيا ما بين الخدمه والدار، يعني كنت داخله في واحد لابريسيون، وزيدي عليها الموضوع تاع الحمل. تسمى عييت حسيت روحي بلي راني اصلا في جسمي، حاسه روحي بلي نحس روحي بلي راني نهبط، راني ننهار، راني نعيا بزاف. فكان لازم عليا نتوقف، ولكن راح نولي ان شاء الله يعني بعد الولاده، بعد ما نرفد راسي ونشوف، يعني نشوف الموضوع تاع اسكو نولي في الدار ولا نشوف شي محل ونولي فيه تاني. اوتوماتيكمون الا وليت راح نصور لكم فلوغ فين وليت، اسكو وليت في الدار، اسكو وليت حليت حانوت ولا شي حاجه، يعني حاجه جديده راح نشاركها معكم. وتاني على الاظافر اوتوماتيكمون راح نحط في القناة، نحط في لي باج تاعي انستا ولا في تيك توك فيسبوك، نحط فيهم ونقول اسكو وليت فين وليت كذا، ونعت لكم البنات، شفتوا البنات اللي يعرفوني. هذه هي، هذا هو الشيء اللي خلاني انا ما نزيدش نخدم. وقلت لكم بلي ماشي كاع كانوا عارفيني بلي راني اونسان، برك اللي قراب ليا هكا البنات اللي يعرفوني كانوا عارفين. وما حبيتش نتقلق ونشارك الموضوع ولا نشارك فرحتي، خاطرش خفت نعاود نخسر مره اخرى، فحبيت الموضوع حتى يتمشى بسلاسه. يعني اذا نجح معايا نهضر، ما نكملش معايا الموضوع، يعني يبقى في بلاصته تما وصاي، يعني يبقى كتجربه المتني. وعادي يعني نورمال، قضاء الله وقدره، يعني هذا مكتوب ربي، قضاء الله وقدره، عادي نكمل عادي في خدمتي عليها كان شو كل شيء جاي بتسلسل، واصلا تايم لاين جا هذاك هو نيشان تايم لاين تاعي كان يتمشى بارفيت. هذه هي البنات، حبيت نشارك معكم علاش الشيء اللي خلاني انا نحبس الخدمه تاعي، حبست مشروعي مارغري كنت فريمون اكسايتد، كنت متحمسه بزاف باغيه نخدم. يعني انا كخبيره اظافر يعني هذا حلم وحققته، ماشي قال غير هكا كنت قاعده قلت نخدم خبيره اظافر، نو هذه خدمه نبغيها، يعني شغف تاعي. صح انا ما نديرهمش بكل صراحه، انا باش نديرهم ما نديرهمش ليا، ولكن نحب هكا، نحب نتفنن هكا، سختو هكا كي تجي عندي شي وحده هكا نخدم لها، هي دوموندي داك لو موديل تاعها، انا نحب نتفنن، نحب نحط داك الشغف تاعي هكا في داك الديزاين، في داك الموديل اللي هي اختارته، يعني نعطيها احسن ما عندي. وحد الان مازال وحده ما شكات يعني من خدمتي، الحمد لله. هذه هي البنات، هذه هي لا فيديو تاعنا، ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم ولا صمت عليكم ولا الموضوع جاكم صامت، برك حبيت نشارك معكم الموضوع وسي بون. نتلاقاو بنات في فيديو اخرى ان شاء الله، وكما قلت لكم تحبوا نتناقشوا في كاش مواضيع خلوه لي تحت في لي كومونتير، ونتناقشوا فيهم ونهضروا فيهم يعني، ونشارككم يعني رأيي الشخصي، وإلا كانت عندي تجربة في ذاك الموضوع حنشارككم تجربتي بكل شفافية وبكل بساطة. البنات نخليكم بخير، نحبسوا لهنايا ونقول لكم باي باي، نتلاقاو في فيديو جايه ان شاء الله.